اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. صباح الخير، صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح كل شي حلو على قلبكم. هالمرة جد اشتقت لكم كتير ومن كل قلبي. بعتذر كتير على السحبة الطويلة بسبب التفاعل الضعيف كتير على الفيديوهات اللي كنت عم نزلها آخر شي. جد يعني كان التفاعل كتير يعني بالأرض، فيعني تدمرت نفسيتي كتير وما عاد إلي نفس يعني لا صور ولا منتج ولا ساوي شي أبدا. هلا أنا في عندي تقريبا فيديوهين 3 كنت مصورتهم من قبل، من تقريبا بعد العيد بيومين 3 مصورتهم، بس صراحة والله ما إلي نفس أبدا منتجن ولا نزلن. فاليوم هيك تشجعت شوي وقلت انه بما انه هيك في شوية همة لحتى منجن ونزلن على السريع قبل ما ارجع اتكاسل ومل، لانه والله ان كان انا ولا حدا غيري وقت اللي بنتعب يعني وما بنلاقي فيه انه شي هيك يرضينا ولو بشي قليل، فالواحد خلص بتصد نفسه عن كل شي. فان شاء الله هيك رح احاول يعني ارجع اشارك معكم هيك فيديوهات حلوة، وان شاء الله كمان انتم بيكون تفاعلكم معي يعني منيح وبس. وبحب أذكركم اللي عم يشاهد الفيديو لأول مرة لا تنسوا تشتركوا القناة وتفعل زر الإشعارات على الكل وتحطوا لي لايك للفيديو، كتبوا لي تعليق هيك حلو مثلكم. هلا نفوت بالفيديو. هيك شفتوا انتو مثل ما شايفين انا بلشت معكم من الصبح يعني من اول ما فقت. فهيك شربنا فنجان القهوة وكنت عاملة انا هذا الحلو، مساواي بسبوسة انا. كان بابا زاير عندي، اجى لعندي بعد العيد. فهيك حبيت هيك اعمل هيك اكلة حلو بيحبه هو كتير، بيفضل هذا النوع من الحلويات، فقلت انه بساويه جنب فنجان القهوة بيطلع غير شكل. وبعد ما شربنا القهوة وخلصنا فقمت بلشت بالفطور. نزل جوزي على السوق جاب لنا هيك شوية فول وفلافل وحمص وبندورة وخيار وخضرة يعني. وانا في عندي هيك انواع مربيات وجبنة وزبدة، يعني هيك مثل ما بنسميهم نحن بالسوري حواضر. فالحمد لله على نعم الله، الحمد لله كل شي على الصحة. طيب المهم الواحد يكون ما عم يوجعه شي. هاتوا لشوفوا احكولي انتو كيفكن، شو اخباركن، شو عم تعملوا، كيف عم تقضوا يومكن، شو طابخين اليوم. بركي هيك بنذكر بعضنا بطبخات اذا كنا نسيانينا. انا رح ساوي اليوم منسف في فريكة ورز مع بعضهم، ورح ساوي لبنية كمان. يعني أكلة طيبة ويعني منيحة إذا جاكم ضيف يعني ما رح تاكل كتير شغل معكم، يعني كله دغري بيستوي. وكمان يعني هيك شي بيبيض الوجه مثل ما بيقولوا. وحابة أسألكم سؤال كمان، اكتبوا لي تحت بالتعليقات من أي بلد أنتم بتتابعوني. حابة أتعرف يعني على متابعيني من أي بلد أكتر شي يعني. طبعا أكيد أهلا وسهلا فيكم كلياتكم من دون استثناء ولا حدا. أكيد لي الشرف فيكم واحد إنكم عم تتابعوني وصرتوا من عيلتي، وإن شاء الله هيك يا رب بنكبر مع بعضنا أكتر وأكتر إلهي. هلأ هون أنا بالنسبة للفطور هذا أنا ما بحب أكل يعني هيك نبرك هيك يعني بالخبزة وأكل هيك. بحب أنا وقت يكون موجود الفول والفلافل والحمص والخضرة إنه لف سندويش فلافل، ما بعرف هيك بستمتع فيهم أكتر، ويعني هيك بحسه له نكهة غير يعني. وسبحان الله يعني كل واحد بحب هيك ياكل هيك بطريقة يعني غير عن التاني. هلا هون انا بلشت بالغداء. هلا مثل ما شايفين انتو انا عم بسلق الفروج. حطيت له الملح والبهار وورق غار وحبات هيل وحبات قرنفل. وبعد ما هيك طلعوا بالغلية عندي شلت الزفرة من على الوش اكيد. وبعدين انا هون للفروج مكترة شوي المرقة لانه رح اطبخ الرز ورح اطبخ الفريكة بمرقة الفروج.
هلا الفريكة ما بدها تحميص ابدا. هلا البرغل بالشعيرية بتحمص البرغل، اما الفريكة ما بتتحمص لانه هي بتجي يعني نوعيتها غامقة، فما بتتحمل ابدا تحميص. المهم بعد ما طبخت الفريكة وكمان حطيت الرز على النار عم بطبخه، كمان رح ساوي اللبنية. عندي هون سطلين لبن، اللبن بقر، ورح اضيف عليهم بيضتين. طبعا رح احركهم كتير منيح، بعدين بضيف البيض ورح اضيف كمان الملح، وبعدين رح ارفعهم على النار. انا عم حركهم، ما لازم تشيلوا ايدكم ابدا عن التحريك مشان ما يفرط اللبن. هلا في انا سمعت انه الناس يعني اللي بيفرطوا مع اللبن ترجع تديره بالمكسر او بالخلاط فبيرجع بصير، فانا ما جربتها يعني ابدا وماني مستعدة غامر يعني، بالذات انه الواحد يكون في عنده ضيوف هيك انه باركين مستنين الغدا وهيك، ما يعني ما استجرت غامر بهيك. ان شاء الله بجوز يعني بالفيديوهات هيك الواحد يجرب هيك بشوية لبن، حرام لانه اذا نكب يعني، بس بظن انه التجربة هي ناجحة يعني احتمال 80-90% انه تصير. هلا انا عندي اللبن بعد ما امنت عليه انه غلي ويعني خلص ما عاد بيفرط، هديت الغاز عليه وبلشت بالتقلاي. هلا انا قليت الثوم وبعدين شلت الثوم، حطيت اللحمة. بعد ما هيك دبلت عندي اللحمة حطيت لها الملح ورشة صغيرة بهار. ما بكتر لها بهار انا لانه بدي اضيفها للبنية، فما بتحتاج كتير بهار، مثل انه اللحمة وقت اللي بتضيفيها مثل مسقعات الباذنجان او مسقعات الكوسة او هاي الاكلات اللي بتحتاج يعني بهار ظاهر. وبعد ما بحمص اللحمة رح شيل اللحمة كمان، وشوف في عندكم مثلا مكسرات فيكم تحمصوه او مثلا انتو بغنى عن هالمرحلة. وهلا انا بعدين رح نزل بعد ما عقد عندي اللبن على السوا، رح نزل اللحمة والثوم. وطبعا هي الطشة هيك ما بقدر بلاها، متعلمتها من ماما. واللي وصل معي لنهاية الفيديو لهون اكتبوا لي هيك دعوات حلوة من قلبكم وكتروا لي القلوب لحتى أعرف مين عم يشاهدني للأخير بصدق. وكمان إذا بتحبوا اكتبوا لي يعني هيك اقترحوا لي فيديوهات نزلة، لأنه أنا بعد يعني مثل ما حكيت لكم إنه يعني كنت كرهانة التصوير وهي الشغلات هيك، فما جاي على بالي يعني ولا خطر على بالي إنه مثلا شو صور الفيديو مثلا نزلكم إياه بعد هذا شو إنه يكون هو، او مثلا عن شو بيحكي او هيك. فانتوا اكتبوا لي هيك، اقترحوا لي هيك بفيديو يكون ظريف هيك على كيفكم انتوا لنشوف يعني، بنقي انا من التعليقات يعني كنوع هيك من التشجيع لإلي. الله يسعدكم يا رب ويخلي لي اياكم يا احلى متابعين الهي. هلا مثل ما شفتوا هون بعد ما طبقت انا الرز وطبقت فوق الفريكة وطبقت اللحمة، كمان رح احط هيك فروج ورح اقلي شوية فستق ورح اضيف على الوش، وعندي شوية سمن عربي. طبعا هذا الشيء اختياري، للي بيحب يحطها اللي ما بيحب يعني مو ضرورية. رح هيك دوب شوية سمن عربي وهيك عملها مثل الطشة يعني على الوش، بتطلع كتير كتير طيبة. الناس اللي بتحب السمن العربي بنصحكم تجربوها، كتير بتطلع طيبة. يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا، يا دليلا فيه أدرك ما علي وما ليا. سمت من يتلوك صار يكتسي تاج الوقار، يحظى ذاك الشرف يرقى حين يقرأ عاليا. يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا جنة. وهلا هيك صار عشانا جاهز. على فكرة هي أول مرة هيك بنبسط بطبخ هاي الأكلة، لأنه من جهة إنه بابا عندي ومن جهة إنه يعني عم صور معكم وشارك معكم هاي اللحظات كلها، كتير يعني هيك مبسوطة وفرحانة، وكل شي بيكون هيك معكم فإله نكهة خاصة. وهلا هون حبايبي رح انهي الفيديو معكم. بحبكم كتير كتير كوميات، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد. لا تنسوا تحطوا لي لايك اذا عجبكم الفيديو، وسلام.